دقيقة رياضة، أهلا بكم. ميلان الإيطالي يرغب في ضم محارب الأسود سفيان أمرابط. اللاعب الدولي المغربي بلال خنوس على رادار نادي غالاتا سراي التركي. إصابة نصير مزراوي قبل الكان تثير قلق وليد دقراقي. بالعودة لسفيان أمرابط اللاعب خط وسط مانشستر يونايتد أصبح أولى اهتمامات نادي ميلان الإيطالي في فترة الانتقالات الشتوية. وأكد موقع بيانيتا ميلان أن ميلان يريد من فيورنتينا فسخ اتفاقية الإعارة من أجل ضم أمرابط خلال الميركاتو المقبل. وأشار نفس المصدر بأن ميلان في حالة حسم صفقة أمرابط غادي تكون بناء على نفس ترتيبات الإعارة المتفق عليها مع الشياطين الحمر. أما بخصوص بلال خنوس لاعب جنك البلجيكي فهو ضمن الصفقات اللي ترغب نادي غالاتا سراي التركي في إتمامها خلال الميركاتو القادم. وأكدت مصادر إعلام تركية أن فريق غالاتا سراي يعتمد على ورقة حكيم زياش من أجل إقناع اللاعب الشاب بالانضمام ليه. والختام بنصير مزراوي اللي تعرض الإصابة على مستوى الساق في مباراة مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ. وكشفت صحيفة بيلد الألمانية أن مدة غياب الدولي المغربي غادي تكون 6 أسابيع. نظرا لخطورة الإصابة هو الشيء اللي أثار قلق وليد الدقراقي بسبب غياب نصير على الكان. كانت هذه أبرز الأحداث الرياضية، شكرا على حسن المشاهدة.